في أسرار محدش بيتكلم عنها في تسليح الجيش المصري. ليه واشنطن اتدخلت علشان تمنع صفقة روسية؟ وإيه اللي بيحصل جوه مصنع 200 الحربي؟ وبمناسبة الكلام، لازم تعرف إن مصر عندها سادس أكبر أسطول دبابات في العالم، والأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، بعدد بيتخطى 3700 دبابة ما بين الحديث والقديم. عندك الأبرامز M1A1 والباتون M60 بكل نسخة، ودبابات التي 62، وكمان دبابات الرمسيس 2 اللي مصر عدلتها بإيديها. وعلى فكرة، الرقم ده مش ثابت، لأن في بعض التقديرات بتقول إن العدد الفعلي بيتجاوز 4000 دبابة لما تضيف المخزنة والاحتياط. في المقابل، متوسط عدد الدبابات في جيوش دول الجوار لا يتجاوز 500 دبابة في معظم الحالات، وده بيخلي الجيش المصري متفوق عددياً بنسبة ممكن توصل ل 700% عن أقرب قوة مدرعة في المنطقة. والتفوق ده مش مجرد رقم، لكنه بيدي قوة ردع فعلية ومرونة لوجستية ضخمة، خصوصاً لو حصل تصعيد مفاجئ في أكتر من اتجاه في نفس الوقت. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم: ليه مصر مهتمة بعدد كبير بالشكل ده من الدبابات؟ إيه اللي ورا العقيدة العسكرية اللي بتخلي الدبابة عنصر أساسي؟ وإزاي مصر شايفة التوازن العسكري في الإقليم؟ وده غير الجزء الأهم، قصة تصنيع الأبرامز محلياً، والصفقات اللي مصر فكرت فيها مع روسيا وكوريا وفرنسا لتحديث وتوسيع أسطولها المدرع. خلينا نبدأ بالتفصيل، بس قبل ما نبدأ ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. أهلا بيكوا في قناة الحكاية كده، لأن كل قصة ليها صوت، أنت كمان ليك مكان. لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل الحكايات الجاية. ويلا بينا نبدأ، بس قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الجيش المصري عنده 3735 دبابة حسب بيانات جلوبال فاير باور لسنة 2025، وده بيخلينا سادس أكبر دولة في العالم بعد روسيا اللي عندها 12566 دبابة، وكوريا الشمالية 6645 دبابة، وأمريكا 5500 دبابة، والصين 5250 دبابة، والهند 4614 دبابة. وده الرقم الرسمي. إنما لو دخلنا على التقارير غير الرسمية وبعض التحليلات الدفاعية، ممكن نلاقي تقديرات بتوصل لغاية 4200 دبابة، منهم حوالي 2400 نشطة والباقي احتياطي أو في التخزين. أبرز الدبابات عندنا هي الأبرامز M1A1 الأمريكية. مصر عندها حوالي 1360 دبابة من النوع ده، وبيتم تصنيع نسبة كبيرة منها في مصنع 200 الحربي. الدبابة دي موجودة من أواخر السبعينات، ولسه الجيش الأمريكي بيعتمد عليها وبيحدثها بشكل مستمر بدل ما يبدلها. الأبرامز اتعملت في الأساس علشان تكون دبابة تفوق شامل في ساحة المعركة، سواء من حيث القدرة النارية أو الحماية أو الحركة. النسخة المصرية مختلفة عن الأمريكية. الدرع عندهم فيه يورانيوم مستنفد، وإحنا عندنا معالجة بتقنيات تانية، لكن نفس الكفاءة. والتصنيع المحلي وصل نسبته ل 95% تقريباً، وده معناه إننا عندنا دبابة شبه كاملة التصنيع المحلي. وقدرة التصنيع دي بتشمل أكتر من 5000 مكون بتتجمع في خط إنتاج معقد بيشتغل فيه أكتر من 2500 عامل ومهندس مصري. وبعض الإحصائيات بتقول إن متوسط الوقت لتجميع دبابة أبرامز واحدة بالكامل بيستغرق من 40 ل 50 يوم. مصنع 200 الحربي اللي اتأسس سنة 1987 بيعتبر من أكبر مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط، ومش بيشتغل بس على الدبابات، لكن كمان بيشتغل في تحديث عربات مدرعة، وبيشارك أحياناً في تصنيع مكونات لمدرعات تانية زي BMP وYBR. نيجي بقى للباتون 160 اللي دخلت الخدمة من الستينات ولسه في الخدمة. في نسخ مطورة زي M60A3 فيها أنظمة رؤية حرارية ومدفع عيار 105 ملي، ولسه فعالة خصوصاً في العمليات ضد الإرهاب في سيناء. الدبابة دي كان لها دور كبير في معركة الشيخ زويد سنة 2015، وكانت دايماً في مقدمة الصفوف. عدد دبابات M60 في الجيش المصري بيوصل لحوالي 1000 دبابة ما بين النسخ A1 و A3، وده بيخليها تاني أكبر دبابة موجودة بعد الأبرامز. كمان عندنا حوالي 500 دبابة T62، منها 200 في الخدمة والباقي مخزن. دي كانت جاية من الاتحاد السوفيتي وأهميتها قلت، لكن لسه بتستخدم في مهام احتياطية وتدريبية. الدبابة دي رغم إنها قديمة لكنها بتقدم دعم ناري قوي في ظروف معينة، وكمان تكلفتها منخفضة جدا في التشغيل والصيانة. رمسيس 2 نسخة مصرية مطورة عن T55، مدفع 105 ملي، محرك ألماني، نظام نيران مطور.
عندنا منها حوالي 840، أغلبها متخزن، لكنها بتمثل اتجاه مصر لتحديث القديم بدل ما ترميه. تكلفة تطوير دبابة رمسيس أقل بنسبة 70% من شراء دبابة حديثة جديدة، وده معناه إن الجيش بيحاول يستفيد من الموجود بدل ما يبدأ من الصفر. مصر اشترت من روسيا 35 دبابة T-80U كتجربة، وما عندهاش انتشار كبير. كان الهدف منها دراسة التقنية الروسية الحديثة وقتها، لكن لم يتم التوسع في استخدامها. الدبابة دي كانت بتتميز بمحرك غازي توربيني بقدرة 1250 حصان ومدفع 125 ملي بقدرة على إطلاق صواريخ موجهة. كل ده بيأكد إن مصر بتبني أسطول متنوع علشان تتعامل مع تهديدات متعددة في المنطقة، وتكون مستعدة للتعامل مع أي سيناريو، سواء حروب نظامية أو عمليات مكافحة إرهاب. نيجي بقى للجزء المهم جدا، موقع مصر الجغرافي. أراضي مصر الصحراوية والمفتوحة، خصوصاً في سيناء والصحراء الغربية والجنوبية، مثالية لحروب الدبابات. الأرض هناك واسعة ومسطحة، والدبابة تقدر تتحرك وتناور بسهولة. مساحة سيناء لوحدها 61 ألف كيلومتر مربع، والصحراء الغربية حوالي 680 ألف كيلومتر مربع، والصحراء الشرقية حوالي 220 ألف كيلومتر مربع. وده معناه إنك محتاج تغطي أكتر من مليون كيلومتر مربع بمعدات مدرعة مرنة. ثانياً، التجربة التاريخية. من حرب 1948 لحد 1973 الدبابات لعبت دور رئيسي في الدفاع عن قناة السويس وسيناء، وده خلى العقيدة العسكرية المصرية تركز على تطوير القوات المدرعة. في أكتوبر 1973 كان عند مصر أكتر من 1700 دبابة، منهم T-55 وT-62، وشاركوا بفعالية في عملية العبور واقتحام خط بارليف. بعد كامب ديفيد مصر بدأت تتحول من السلاح السوفيتي للأمريكي، فدخلت الأبرامز بدل T-55 وT-62، والهدف كان تعظيم القوة والاعتماد على التكنولوجيا. وخلال آخر 30 سنة مصر اشترت أو صنعت أكتر من 1500 دبابة حديثة، وده رقم كبير مقارنة بدول كتير في المنطقة. ومع التوترات حوالين مصر، سواء في ليبيا أو الإرهاب في سيناء أو حدود السودان أو حتى تل أبيب، وجود أسطول مدرع ضخم بيدي الجيش مرونة واستعداد لأي نوع من العمليات. والميليشيات المسلحة عندها عربيات خفيفة وسريعة، لكن الدبابة بتقدر تحسم الموقف لو حصل تصعيد. في سيناء رغم إن العمليات الإرهابية قلت جدا في آخر 5 سنين، لكن التواجد المدرع لسه عنصر أساسي في تأمين المحاور والمناطق الحيوية على حدود غزة. كمان في وحدات مدرعة منتشرة كجزء من الانتشار الدفاعي. الدبابة مش بس للحروب التقليدية، لكنها عنصر ردع مهم، وبتساعد في السيطرة على المساحات الواسعة وفي الحفاظ على الاستقرار الداخلي في حالة الطوارئ. حتى مع وجود تقنيات حديثة زي المسيرات والصواريخ الذكية، الدبابة لسه ليها مكانها، خصوصاً لما تشتغل ضمن نظام متكامل بيضم مشاة ومدفعية ودعم جوي. على سبيل المثال، النظام القتالي المصري بيشمل تنسيق بين الأبرامز والمجنزرات YBR 765 والمدفعية الذاتية M109، وده بيوفر تغطية شاملة لأي تحرك بري. كمان بيتم دمج المعلومات من الطيارات بدون طيار ووحدات الاستخبارات العسكرية علشان توجيه الضربات يكون بشكل أكتر دقة. القوة البرية هي العمود الفقري لعقيدة الجيش المصري، وده واضح من توزيع الدبابات على الجيشين الثاني والثالث الميداني والفرق المدرعة اللي بتحمي مدن القناة وسيناء والحدود. كمان في تواجد واضح في الجنوب ناحية أسوان، تحسباً لأي توتر مع أثيوبيا بسبب سد النهضة. مصر لسه برضه بتتطلع لصفقات جديدة زي K2 بلاك بانثر، من أحدث دبابات الجيل الجديد في العالم، مطورة بواسطة شركة هيونداي، وبتستخدمها كوريا الجنوبية كدبابة القتال الرئيسية، مزودة بمدفع 120 ملي أملس ونظام تلقيم أوتوماتيك ونظام تعليق هيدروليكي بيسمح ليها ترفع وتخفض نفسها حسب الأرض. النسخة المخصصة للتصدير فيها تعديلات علشان تناسب البيئات الصحراوية، وده خلاها محل اهتمام كبير من مصر. وفي سنة 2021 بدأت مفاوضات فعلية بين القاهرة وسيول ضمن شراكة شاملة شملت كمان مدافع K9 ساندر. K9 ساندر كنا عملنا فيديو عنه، هسيبه في صندوق الوصف وأول تعليق مثبت. الK9 مدفع هاوتزر ذات الحركة عيار 155 ملي، وتم الاتفاق على تصنيعه محليا في مصر، ولو تم التعاقد على K2 هيكون في احتمال كبير إن مصر تصنعه جزئيا على الأقل، خصوصا مع خبرتها في تصنيع الأبرامز. نيجي بقى لفرنسا. في مايو 2025 رئيس الأركان المصري زار فرنسا وحضر تدريبات مباشرة بالدبابة لوكلير، وده فتح باب التكهنات حوالين صفقة محتملة.
وقام رئيس أركان الجيوش الفرنسية يرافقه الفريق أحمد خليفة بزيارة إحدى القواعد العسكرية الفرنسية، كما شاهد تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لأحدث الدبابات الفرنسية ومركبات القتال المدرعة والطائرات الموجهة بدون طيار باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح. الدبابة لوكلير تعتبر واحدة من أخف وأسرع الدبابات الحديثة. المميز في اللوكلير مش بس التسلح، لكن كمان نظام القيادة والسيطرة الرقمي اللي بيسمح بتبادل معلومات مباشر بين وحدات الدبابة وبعضها، وده بيدي مرونة وتكتيك عالي جدا. بعض الأنظمة اللي فيها متشابهة مع الأنظمة اللي مصر استخدمتها في نسختها من الأبرامز، خصوصا بعد إدخال تطويرات على أنظمة الرؤية الليلية والتحكم النيراني. فرنسا كمان عندها سجل قوي في التعاون العسكري مع مصر، وسبق وصدرت لنا الرافال والكورفيت جويند وفرقاطة فريم، وده بيعني إن في أرضية موجودة للتعاون. بس التحدي في صفقة اللوكلير هو إن إنتاجها توقف من سنين، والدبابات اللي ممكن تروح لمصر هتكون يا إما مستعملة ومتجددة، يا إما إعادة فتح خط الإنتاج جزئياً، وده تكلفته هتكون كبيرة. ومع كل ده مصر بتحاول تلعب على التوازن ما بين امتلاك دبابة حديثة وتوفير خط إنتاج محلي واستقلالية القرار العسكري، ودي استراتيجية ماشيين فيها من سنين، وبتخلي الجيش المصري دايماً عنده الأفضلية، مش بس في العدد لكن كمان في المرونة والجاهزية. بس كده، وزي ما بنقول دايما على قناة الحكاية كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا انك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم.